دوين نشأ في عائلة رياضية. هؤلاء الناس ما كانوا يحبوا الجلوس في البيت. والده وجده كانوا مصارعين مشهورين. يعني لو كانت شبعان طلبات والدتك، ليش ما تروح للمصارعة؟ هذا الإرث الرياضي فتح له أبواب النجومية في عالم المصارعة والترفيه. لك. ومن جهة أخرى، الحياة ما كانت دائما وردية. دوين عاش بعض الصعوبات المالية، لكن والده علمه قيمة الانضباط والاجتهاد. وكأنهم حطوا له شعارات على الجدران: لا تتعب، لا تنجح. وهذه القيم جابته إلى قمة مسيرته المهنية. وعلى غفلة، دوين مر بطفولة صعبة بعد طلاق والديه. عارفين كيف يكون شعور أنك تروح للمدرسة وتكون عدواني كأنك وحش؟ كان لازم يشتغل بجهد كبير عشان يتغلب على هذه التحديات. يعني كأنه كان بيلعب مصارعة وداخل المدرسة. ومش بس كده، دوين طرد من 4 مدارس قبل ما ينضم لمدرسة فريدوم الثانوية. يعني لو كان عنده شهادة طرد، كانت حتكون أطول من شهاداته الدراسية. بس الأمور بدأت تتحسن لما قابل المدرب اللي آمن فيه. هذا المدرب كان فقرة مفيدة في حياته، ساعده تطوير مهاراته في الرياضة. تخيلوا، دوين ينضم لفريق كرة القدم وفريق المصارعة. يعني كان يضرب الكرة ويغطي على المصارعة بنفس الوقت، كأنه طاقة لا نهائية. لكن مع كل النجاح اللي حققه، كان فيه منافسة عجيبة من وراء السب، وكأنهم في برنامج تلفزيوني يبغوا يتنافسوا على الجائزة الكبرى. هو التحديات الجديدة كانت ضاغطة كثير على دوي. وفي كندا، حياتهم كانت في قمة الانهيار، وكأنهم على حافة السقوط. لكن مدربه كان مثل الأبطال الخارقين، دعم دوين عشان يستمر ويكافح، والسوق كان ينعكس على شخصيته بشكل غريب. بس فوق كل هذا، حصلت له إصابة خطيرة، وكأنها نقطة تحول. قرر الانتقال إلى عالم المصارعة بدل كرة القدم، وكأن القدر قاعد يكتب له قصة جديدة. وهذا القرار غير مجرى حياته بشكل أعمق. ثم جاء الحادث المشؤوم، وفاة أوين هارت. كانت تلك من أصعب اللحظات في حياة دوي. تخيلوا كيف كان يحاول يواصل الأداء بعد كل هذا، مثل المحارب الذي يبكي كأن في عاصفة في قلبه. لك. بعد المصارعة، جونسون دخل عالم السينما، وكأنهم كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر. أول فيلم له كان The Mummy Returns، ومن بعدها صار مطلوب أكثر من الآيس كريم في الصيف. بفضل نجاحه في أفلام الأكش، قرر دوين ياخذ استراحة من حلبة المصارعة ويركز على التمثيل. بس هذا ما يعني إنه نسي المصارعة. لا، مثل الأغنية أنت في قلبي دائما. جونسون جرب كل شيء في السينما، من الكوميديا إلى الدراما الرياضية، لكن مو كل شيء كان نجاح. مثل فيلم توث فاري، يعني فيه أفلام تكون عليك مثل الحفلة التي تخلص بسرعة. في وسط كل هذه التغييرات، جونسون واجه تحديات كبيرة، لكن اتخذ قرارات شجاعة، وكأنهم كانوا يقولون له: يا بطل، اركض نحو الحلم. هذه التحديات كانت مثل الدافع لكسر حدود المألوف. دوره في سلسلة أفلام فاست اند فيوريوس كان مثل القنبلة. أظهر موهبته كممثل أكش، وزاد من شعبيته مثل الشائعات في المدرسة. يعني صار حديث الجميع. ورغم كل الإصابات اللي تعرض لها، دوين أظهر عزيمة قوية. كان يقدم أداء متميزا، وكأنه يواجه كل جرح بحماس. والكل احترمه، سواء الجماهير أو زملائه، وكأنهم في لجنة التحكيم. لما اختاروا دوين لأداء صوت ماوي، كانوا يتشاورون كيف يغيروا ملامح الشخصية لتناسب الأساطير. يعني صار عنده دور جديد كممثل صوت، وكأنها كانت دعوة لتناول الآيس كريم. وعلش إن نختتم، جونسون تصدر قائمة أعلى الممثلين أجرا في العالم. أدواره في أفلام مثل فاست أند فيوريوس وجومانجي كانت كالعسل، تجذب الكل. يعني لو كان في حرب تجارية، هو الفائز بلا منازع. والشغلة المهمة، جونسون معروف بأعماله الخيرية. أسس مؤسسات لدعم الأطفال المرضى والمراهقين. وهذا يثبت لنا إن قلبه كبير مثل عضلاته، وعنده جانب إنساني مهم في شخصيته.